السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله 5 لتر من برسيل جل، برسيل الشركات. عالي الجودة قوي قوي، زي اللي بيتباع جاهز في العبوات الجاهزة بتاعت الشركات بالظبط. طبعا حبايب قلبي ده هو البرسيل الأصلي، برسيل الجل الأصلي. البرسيل اللي هو بيتباع السايب ما بيبقاش فيه المواد اللي هي القوية اللي احنا بنحطها دي. هي دي المواد اللي بتنضف حلو قوي قوي، وبتخليه زي البرسيل الجاهز بالظبط، اللي انتوا عارفين تمنه عالي وغالي ازاي. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طبعا هنحط اول حاجة هنحط الصودا. ولو عايزين الصودا القشور تتحول لصودا سايلة، هتلاقوا الفيديو موجود عندي على القناة. سهل جدا حبايب قلبي. طبعا لو حطينا مقدار الصودا القشور هنحطها مقدار مية، يعني لو نص كيلو من الصودا القشور هنحط نص كيلو من المية. وندوبها حلو وكده، يبقى تتحول معانا الصودا القشور لصودا سايلة بكل سهولة، واحنا بنشتريها بتبقى غالية جدا. ماشي. هنا هنحط 300 جرام من الصودا السايلة. طبعا انا ظبطتها بعد كده بالورقة البي اتش، فانا بقول لكم على اللي انا حطيته في الاخر. هما 300 جرام من الصودا السايلة، وكمان هنحط عليهم 300 جرام من السلفونيك اللي انتوا شايفينه، اللي هو تحول المية كده زي ما انتوا شايفين اللون الابيض. هما الاتنين دول الصابون. لو حطيتوا السلفونيك وحطيتوا الصودا، هما دول الصابون. بعد كده المواد اللي احنا بنحطها هي ديت المواد اللي بتزود الجودة بتاعت البرسيل جل. تمام كده. يبقى الاتنين الأساسيين في عمايل البرسيل جل أو الصابون السائل هما الصودا والسلفونيك. طبعا لازم نقلب حلو زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة التقليب في المنتج بتاعنا، هيدينا جودة عالية في الآخر. وطبعا حبايب قلبي لازم تظبطوا بورقة البي اتش، دي مهمة جدا 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 عشان المنتج بتاعنا يطلع في الآخر مظبوط وجودته عالية. وهنا حبايب قلبي لازم توزنوا المواد اللي انتوا بتحطوها، يعني ميزان بسيط زي ما انتوا شايفين كده، ومش شرط تحطوا الطبق فوقيه، ممكن توزنوا كل حاجة لوحديها وتضيفوها على الطبق الأساسي. بعد كده آه هنحط كمبرلان. الكمبرلان بيزود الرغوة وبيزود اللزوجة، وده حطوه براحتكم، يعني شوفوا مقدرتكم ايه، وحطوا الحاجات بقى اللي هي بتجمل برسيل جل بعد كده. ما بتضرش خالص. هتحطوا مثلا 100 جرام ماشي، هتحطوا 50 جرام ماشي، حسب إمكانياتكم. أهم حاجة زي ما أنا قلت لكم تظبطوا الحاجتين الأولانيين، الصودا والسلفونيك. بعد كده حطوا المقادير اللي هتتحط بعد كده براحتكم حسب إمكانياتكم. أنا هنا حطيت زي 100 جرام من الكمبرلان، وهو بيدي المنتج لزوجة وشفافية، بيخلي لون البرسيل جل في الآخر فيه شفافية وحلو قوي. وطبعا هنقلب زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة التقليب الحلو عشان المنتج يطلع معنا كويس في الاخر. ونسيت اقول لكم حبايب قلبي، انا هشتغل هنا اللي هيتقل لي المنتج. هحط بولي، بس البولي انا عاملاه في ازازة، و يعني بزوده في الاخر. لو هتشتغلوا بالتايلوز هتحطوا في الاول خالص 10 جرام من التايلوز، تقلبوه في المية قبل ما تحطوا الصودا. تمام، ده في الاول خالص لو هتشتغلوا بالتايلوز. انا هنا زي ما انا قلت لكم هشتغل بالبولي اللي انا مدوباه وحطاه في ازازه، لان المنتجات اللي جبتها كلها عشان اوفر اشتغلت بالبولي. ماشي. بعد كده زي ما انتوا شايفين اللي انا وريته لكم ده تكسبون، هنحط اهو اللي انتوا شايفينه ده التقيل ده التكسبون، وبرضه هتحطوا براحتكم حسب امكانياتكم. انا حطيت هنا برضه زي 100 جرام من التكسبون،
وده تكسبون ألماني رغوته بتبقى شديدة جدا. زي ما انتم شايفين كده هو بيبقى تقيل، وانا هسيبه لانه بياخد وقت عقبال ما بيدوب. هسيب المنتج ده لغاية الصبح ان شاء الله لما يدوب معانا حلو قوي التكسبون. وبعد كده هعبيه في الجراكن بتاعت البرسيل جيل. تمام. وطبعا هنحط التكسبون وهنقلبه حلو. كل المنتجات ديت حبايب قلبي بتتباع في محلات المنظفات الكبيرة، او لو انتوا في تبع القاهرة في ميدان الجيش في باب الشعرية، متأسفة، باب الشعرية طريق العتبة. هناك محلات بتبيع كل المنظفات بسهولة من الألف للياء. كل المنتجات بتاعة المنظفات ديت اللي هي اللي داخلة في الأدوات، المواد اللي داخلة في المنظفات بتتباع عندهم. كل حاجة هتلاقوها هناك. أنا بصراحة اما بسأل هنا في المحلات بتاعة المنظفات الموجودة عندنا هنا في المنطقة، ما بلاقيش اللي هي المواد اللي أنا بستخدمها ديت اللي بتخش في المنظفات. كلهم بيقولوا لي لا مش موجودة، فبروح اشتري من المحلات الكبيرة اللي بالجملة اللي في باب الشعرية، موجودة كلها. في ناس بتلاقيها في المحلات عندهم اللي هي بتاعة المنظفات العادية. فاسأله، اللي عايز يسأل الأول، لو لقيته كان بيها، ما لقيتوش هاته زي ما بقول لكم كده. بعد كده هنحط البيبي فور. والبيبي فور بيدي للبرسيل جل، بيزود الرغوة جدا جدا جدا، بيخلي قليل من البرسيل جل يقوم بالغسلة كلها، يعني من قوة الرغوة بتاعته. هنحط برضو زي 100 جرام من البيبي فور. وبرضو زي ما انا قلت لكم بيرجع لامكانياتكم، يعني لو انتوا عايزين تخلوا البرسيل جل يبقى مركز وعالي الجودة، زودوا الحاجات اللي احنا بنحطها اللي هي التجميلية دي، اللي بتزود قيمة البرسيل جل. يبقى هنحط مثلا 100 جرام، لو انتوا قادرين ممكن تحطوا 200 جرام، مفيش اي مشكلة من البيبي فور. وبرضه هتقلبه حلو زي ما انتوا شايفين كده. لازم نقلب، يعني انا مش على قد التقليب ده، انا لما بخلص الفيديو بقعد اقلب زي 10 دقايق كده في المنتج بتاعي، عشان كل المواد اللي داخله فيه تتجانس مع بعضيها ويبقى حلو. وهنا زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، انا كنت زودت شويه الطبق ميه. معلش نسيت اقول لكم، احنا بنزود الميه بالتدريج، يعني لغايه ما نوصل ل5 لتر كده. الطبق اللي انتوا شايفينه ده بياخد 5 لتر من السوائل. بعد كده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بديل السيماسول، اسمه فاتي الكحول. انا كنت شاري لتر بقاله عندي يجي شهور، يجي 6 شهور ولا اكتر. يعني باخد منه، يعني مثلا اللي انتوا شايفينه ده هاخد منه زي 50 جرام مش اكتر. تمام. اللتر منه بيتباع ب125 جنيه. بس بديل السيماسول، وهو ده اللي بيدي قوة النظافة الشديدة بتاعت البرسيل جل، هو والأكسجين اللي أنا هحطه في الآخر. تمام. بيخلي البرسيل جل يبقى عالي الجودة وزي الشركات بالظبط. أنا حطيت 50 جرام زي ما انتوا شايفين، يعني اللي أنا اشتريته اللتر ده قاعد معايا بقاله شهور زي ما انتوا شايفين، وبستخدمه على طول في المنظفات في البرسيل جل. وبيقعد كتير قوي، يعني ممكن انتوا لما تيجي اشتروا 100 جرام، اشتروا 50 جرام على قد البرسيل جيل اللي هتعملوه. مش شرط تشتروا لتر، يعني انا جبته عشان لما بيتوفر معايا القرش بجيب المنتج وعينه عندي، يقعد سنة، يقعد 6 شهور زي ما يقعد. بس ده بديل السيماسول، لان السيماسول بيضر البشرة. ويستحسن نشتغل بالفاتي الكحول، ما نشتغلش بيه. يبقى هنا حطينا قد ايه؟ حطينا 50 جرام من فاتي الكحول اللي بينضف حلو قوي قوي في البرسيل جل. وطبعا هنقلب بعد كده كويس. هنا بقى زودت ال5 لتر مية زي ما انتوا شايفين كده. نزلت المية، يبقى كده معانا 5 لتر زي ما انتوا شايفين. شايفين الرغوة اللي طلع على الوش؟ رغوة البرسيل جل قوية ازاي؟ حاجة ما فيش أجمل من كده والله العظيم 3، يعني زي بتاع الشركات وأجمل كمان. حلو جدا جدا. وانا مش عارفة الجيركن بره
اللي فيه 5 لتر برسيل جل ده ممكن يخش له على 200 جنيه. اهو زي ما انتوا شايفين انا زودت المية اهو. وكمان حطيت حطيت اللي هو بديل التايلوز اللي هو البولي، حطيته يعني هنا. حطيت التايلوز حطيت بديل التايلوز اللي هو البولي، وبعدين زودت المية تمام كده. والبولي زي ما انا قلت لكم مدوباه في عبوة وبعمل بيها المنظفات كلها. ده يستحسن عن لو احنا حطيناه كده ورشناه، ما بيطلعش معانا حلو. والفيديو بتاعه موجود عندي على القناة لو عايزين تخشوا وتشوفوه ازاي تحولوا البولي وتدوبوه في ازازة او عبوة لوحديها عشان ما يكلكعش منكم. خشوا على القناة هتلاقوه تمام. هنقلب حلو زي ما انتوا شايفين. بصوا حبايب قلبي، كل اللي بيعملوا البرسيل جل من بشر الصابون القطع زي ما بيقولوا ولا الكلام ده، لا هي دي الطريقة الأصلية للبرسيل جل زي الشركات بالظبط. آه عن خبرة حبايب قلبي، أنا يعني عملت البرسيل جل أول ما اتعلمته خالص من يجي 7 سنين كده. عملته بطريقة الصابون وعملته بطرق كتير، مفيش طريقة طلعت تحفة وجميلة معايا إلا بالطرق اللي أنا اتعلمتها ديت، اللي هي المواد الأصلية بتاعت البرسيل جل اللي بتطلع زي الشركات. طبعا أنا حطيت الأكسجين في الآخر قبل اللون. حطوا 100 جرام من الماء الأكسجين، طبعا عشان الأكسجين وفاتي الكحول اللي هو بديل السيماسول هو اللي بيخلي البرسيل جيلي بينضف حلو قوي قوي، وبيخلي الغسيل جميل جدا وتحفة. بعد كده هنحط اللون الأزرق اللي أنا برضو مدوباه في إزازة زي ما انتوا شايفين، وهنقلب مع بعض كده. هنقلب بالراحة لأن الطبق اتملى على آخره زي ما انتوا شايفين. وطبعا زي ما أنا قلت لكم قبل كده أنا مش هفضي البرسيل جل إلا تاني يوم. وطبعا هظبط البي اتش لأن ال الأكسجين لازم بيبقى على 5.5 من الدرجة من البي اتش. وقياس البي اتش موجود عندي على القناة لو عايزين تخشوا وتتعلموا ازاي تقيسوه بكل سهولة، هتلاقوه موجود عندكم على القناة. طبعا يا حبايب قلبي لو مشيتوا على الخطوات دي وعملتوا البرسيل جل بالطريقة دي هيطلع معاكم تحفة، ومش هتحتاجوا تشتروا من بره برسيل جل خالص، بل هتوفروا جدا عندكم في البيت، وهيطلع معاكم تحفة وجميل جدا جدا زي اللي بنجيبه غالي بتاع الشركات. وزي ما انتم شايفين بصوا الرغوة طالعة ازاي، بصوا الجمال بتاعه بسم الله ما شاء الله. شوية برسيل مفيش احسن من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اللي عنده اي سؤال او اي استفسار يقولي، وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان يبقى سهل معاكم ان انتوا تحضروا المقادير كده وما تتوهوش في الفيديو. بس امشوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها في عمايل البرسيل جل، هيطلع معاكم حلو قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حاجة ما فيش اجمل من كده والله العظيم، جميل جدا وبينظف وحلو قوي، بيحافظ على الالوان بتاعة الغسيل دنها لو قعدت 10 سنين عندكم او اكتر كمان دنها محتفظة بالالوان بتاعتها اكنكم لسه شاريينها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. واشوفكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا حبايب قلبي ان انا صوتي النهاردة تعبان. بطلب منكم ان انتوا تدعوا لبنت اختي اللي توفاها الله. معلش صوتي من الزعل ومن التعب، يعني تعبانة نفسيا، يعني سامحوني من الزعل عليها. ربنا يرحمها برحمته الواسعة يا رب، توفاها الله. أسألكم الدعاء ربنا يرحمها ويجعلها في جنة النعيم هي وكل أمواتنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.